قبل أي حاجة يلا نصلي على النبي وتعالوا بقى للمسلسل الجامد جمدان الجامدين مع أحلى اتنين على كوكب كوريا. وهنبدأ مع أفضل فاكهة في الصيف وهي الكرز، واللي بيكون يونج. كرز ده الملخص بتاعنا على حتة بانكيكة كده، وهو حاجة قمر موت استغفر الله العظيم، لكنه كشري قوي وجد جدا ومتفوق للسما وملوش في البنات نهائيا. بس القدر بقى بيكون ليه رأي تاني. أما بقى ليه فدي فراولية المسلسل، بنت مرحة ملهاش في الدراسة إطلاقا ولا بتجيلها على سكة، بتعشق الروايات والحب من أول نظرة، وده عندها شيء مقدس وبسببه هتعيش مأساة. بس برضو تعالوا نشوف هيحصل معاها ايه لما البنكيكية بيرجع كوريا 10 أيام بس علشان يخلص شوية شغل في شركة عمه واللي بيكون جنبه ده. هو بيقول له يا راجل بقالك 10 سنين في أمريكا وجاي 10 أيام بس، مد الأجازة حتى شوية علشان تتفسح وتشوف أصحابك. وقتها بقى بيعرفوا إن هو ملوش أصحاب ومش فاضل الكلام ده بنفس الوش الكشر والله العظيم. وبيحاول الراجل إنه يرتب عليه القعدة وبيعزمه على الغداء، فبيرفض وده لأنه عنده موعد أعمى. فوهو في طريقه للموعد بتكون في بنت سخيفة من وجهة نظره ماشية بتتمخطر قدامه وبتتكلم في الموبايل، وبيكون عايز ينزل يفرج عليها الشارع، لكنها بتدخل المطعم وهو وقتها بيحمد ربنا. وبيوصل بقى للمطعم وهناك بيلفت نظره شخص غريب موت. وبعد دقايق بتظهر الفراولاية وبتروح تعرفه على نفسها وإنها صديقة كيم اللي دايما موقعاها في المشاكل، وهتعرفوا ليه بقول كده كمان شويتين. فوقتها بقى بيتصدم وبيرجع لوقت ما كانوا في ثانوي وبيطلع إن هو عارفها، وفي بينهم قصص وذكريات كتيرة جدا. فلسه بيسألها هو انت بجد؟ فبتيجي بقى البنت السمجة من وراها وبتعرفوا إنها البنت اللي جاية عشان يقابلها. فوقتها بتعتذر وبتجري تروح للراجل الغريب اللي بيكون مستنيها، بس حرفيا طول قعدته مع البنت السامجة مش بيشيل عينه من عليها. يا اخي ده اول مرة هيبتسم فيها لما البنت بتسأله هي دي حبك الاول ولا ايه؟ بس الغريبة انك اتعرفت عليها على طول، شكلها ما اتغيرتش. فبيضحك وبيقول اطلاقا. فبتصدمه وبتقول له لكنها ما اتعرفتش عليك يبقى اكيد مش فاكراك. ففي اللحظة دي بقى بيكشر تاني وهي بتكون ماشية، فبيروح بسرعة وراها واهو ممكن تطلع فاكراه بس للأسف مش بيحصلها. وبيرجع بقى للبنت وهو متضايق. فبعد ما بيخلص موعده بيودعها بشكل بارد جدا وبيرفض حتى ان هو يوصلها بحجة ان هو ما يعرفش الطرق وبيمشي وبيسيبها. هي بقى كمان بتكون عايزة تخلص موعدها بأي شكل من الأشكال وتهرب من الراجل ده. وبيكون راجع للبيت وبيفكر فيها وازاي يقدر يلاقيها تاني. ووقتها بيكون في الإشارة وبيضرب عينه الناحية التانية بيلاقي اللي قاعدة مستنية الباص وبتلف شعرها زي ما كانت في ثانوي بالظبط. المشكلة بقى ان هي في لفة الكحكة دي بتخطف قلبه في كل مرة، وبيرجع بذكرياته اللي هم صغيرين لما راحت تديله جواب اعتراف بالحب وبتطلب منه يرد عليها وانها جريئة جدا. فلما بيشوف ان الباص وصل بينده عليها بسرعة قبل ما تتهور وتمشي، لكنها مش بتنتبه وعلى بال ما بيلف لها بالعربية بتكون اتبخرت. فبيقول لنفسه مش يمكن ياد تكون تهيؤات، استرجل ياد كده في ايه ما تبقاش حنين. ولسه بقى بيهزق نفسه بيلاقي اللي واقفة بتضرب تابوكي لوحدها، فبيفرح وبيجري بسرعة وبيطلب من نفسه أكلها وبيرخم عليها وبيطلب منها تديله شوية شوربة زي اللي بتشربهم وكمان منديله ما تبقاش بقى بخيلة. كل ده بتعمله وهي منفضة له حرفيا. بس بيتضايق وبيسألها هو انت مش عارفاني ولا بتستعبطي؟ هنا بقى بنعرف انها بتستعبط جدا وانها اتعرفت عليه من اول ثانية وانه ما اتغيرش نهائي من وهو صغير. ولما بيقول لها وانت كمان ما اتغيرتيش بتشوف ان دي اهانة كبيرة لانها وهي صغيرة كانت مشكلة المشاكل. فبتسأله ايه بقى مش عايز تطمن على اصحابنا ولا انت هتفضل صدغ كده؟ فطبعا بيوافق جدا انه يخرج معاهم، قصدي انه يخرج معاها. فبتاخد بقى رقم تليفونه وبتعرفه انهم هيفرحوا قوي برجوعه. فبيسألها طب ايه يا فراولتي انت ما فرحتيش؟ لما بتسمع الجملة دي كل اللي في بقها بيكون على هدومه. ما هو الخضة وحشة برضه يا عم الحاج. وبتطلع تجري بحجة ان الباص وصل، وهو طبعا بيكون مذهول انها لسه شقية زي ما هي. ولما بيرجع البيت بيفضل يفكر فيها وانها حتى ما فكرتش تبعت له مسج، وانها بقى مش مبسوطة انها اتعرفت عليه وانه رجع تاني، واكيد ان ده بسبب اللي حصل من 10 سنين فاتوا. لما بيصحيها وهي في احلى نومة علشان اتأخروا على المدرسة وبيشدها من الشنطة وكأنه حرامي، فبتقوم مخضوضة. وفي الطريق وهم ماشيين بتكون سابقاه بكام خطوة كده، بس بتلاقي قدامها الأستاذ اللي ما بيرحمش، وعلشان تهرب من العقاب بتأخر خطوتها لحد ما بتوازيه وبتروح بقى معبطة فيه
فيه علشان تعمل قال يعني إنها بتساعده، وإنها علشان كده اتأخّرت، لكنه بيسلّمها تسليم أهالي، وبيعرّف المُعلِّم إنه ما يعرفهاش يا ناس، وإنها قرّبت تكسر إيده من الشدّة، فبتقول له: "يا أخي عيب والله، ده حتى أنت لسه مصحّيني من النوم خلّيك جدع بقى." وقتها بيقول لها: "هو أنا أعرفِك عشان أكون جدع؟" وبيسألها: "طب لو إحنا أصحاب زي ما بتقولي، قولي لي كده اسمي." وبيروح بقى مخبّي اسمه بإيده وبتعرفه وقتها إن هو مش جدع أبدًا، فهوب يا عيني بتروح متعاقبة على طول من المُعلِّم، ولإنها مش بتاعة تعليم يا ناس، هي بتتعلم من الروايات والقصص وبس. ونسيت أعرّفكم إن الpancake ما بيضحكش غير لمّا بيكون معاها أو بيتكلم عنها، وأكبر دليل على كلامي لمّا بيشوفها وهي في الحوش فبينسى العالم وبيركّز معاها، وهي لمّا بتاخد باله منها بترجع وبتفضل تشاور له، وبتكون فراولية أوي جدًا يعني، وحاجة قمر خالص مالص. والواد بقى من عفويتها بيبدأ إن هو يُعجب بيها، وبيرجع للحاضر وبيسأل نفسه طب إيه بقى هي مش هتكلمني؟ في الوقت ده بقى بتكون هي بتحكي لأنتيمتها كيم إن هو رجع خلاص. مين بقى كيم دي يا سيدي؟ دي بقى البنت اللي بتكون بتكراش عليه من وهُم في ثانوي، وكل الرسايل اللي الفراولية كانت بتوصّلها له بتكون منها هي، لكن علشان وقتها بتكون مش حلوة أبدًا وكمان لخمة ومش جريئة، ما بتقدرش تعمل كل اللي الفراولية كانت بتعمله. ووقت لمّا الفراولية كانت في الحوش وبتشاور له، هي كانت أصلًا بتنده عليها علشان تشوفه، لكن عشان هطلها بتخلّيه يُعجب بيها من تصرفاتها، حتى لمّا بتدّي له الرسايل كانت بتخطف قلبه مع إنه عارف إنها مش صاحبة الرسايل، بس أهو القلب بقى. وتاني يوم في الشركة بيفضل مستني منها أي رنة أو مكالمة أو حتى message، وبيكون بيتكلم مع عمه الفرفوش عنها اللي بالطريقة بيعرف إنها حُبّه الأول، وأول بقى لمّا بيشوف رقم بيرن عليه بيقوم جاي قاطع الكلام مع عمه وبيضحك وبيجري، والراجل بيُذهل من جمال ضحكته اللي عمره ما شافها، بس بيلاقي بقى إن كيم هي اللي بتتكلم وبيرجع يكشّر تاني، وبيكون عايز يوصل للفراولية بأي شكل لكن البنت مش بتدّي له فرصة، لحد لمّا بتعزمه على الغدا يوم الجمعة ووقتها بيقول لنفسه بس أنت لازم توضّح سوء الفهم يا باشا عشان الدنيا كده هتبهوأ منّك. ولمّا بييجي بقى يوم الجمعة بيضطر إن هو يلبس الحتّة اللي على الحبل وبيوصل بقى مطعم حتّة السمسمية وده صاحبهم من وقت ما كانوا في ثانوي، ودلوقتي بقى صاحب المطعم القمر ده، وأول ما بيشوفه بياخدوا حضن مطارات أورجانيك وبيقول له بس فوقك أنت بقيت حتّة أوزي لوزي خالص. وقتها بقى بتغمزه الست كيم وبتسلم عليه كده اللي هي خجولة يعني، بس أصلًا هو بيكون متردد وبيسأله هي مين دي؟ فبيعرفوا إنها كيم بس بعد ما عملت شوية عمليات خلّوها قُبّها كده، وطبعًا كل ده وهو مش هَمُّه لا كيم ولا غيرها، هو بيكون عايز الفراولية بتاعته، اللي في الوقت ده بتكون رايحة احتفال الشركة بتوقيع عقد مسلسل جديد، مع مين بقى؟ مع حبيبها الوغد القديم وحُبّها الأول، واللي أول ما بتشوفه بتحاول إنها تهرب، لكنه بياخد باله وبيروح يسألها أنتِ كويسة؟ وبيضحك لها ضحكة صفرا زيه كده، وبيكونوا الحلوين بزيادة قاعدين وبيسألوا هي ليه اتأخرت كده، فبيلاقوا بسم الله داخلة عليهم وهي غريبة الأطوار، وبتفضل تهزّق فيه بالأسلوب كده، وهو طبعًا بيكون مستغرب هي إزاي لسه زي ما هي كده، وبتفضل هي والهبلة التانية يحضنوا في بعض وإنهم أغلى صحاب في العالم، وبيفضلوا يعملوا حركات تضحّك وبتكون لسه هتفضح نفسها وتحكي لهم إنها قابلت حبيبها الوغد، فبيروح بيل مدّيها حتة لحمة مشطشطة بتخلّيها تلِف حوالين نفسها علشان ما تفضحش برضه نفسها، وبيطلب بقى من الpancake بتاعنا إنه يوصّلها في طريقه للبيت، وطبعًا وهُم في الطريق بتكون بتلعب زيجزاج ورايحة جاية تتميل مع الريح، وبتروح جارية مرّة واحدة والراجل بيروح وراها، وبتزعق له بقى لإنهم اتأخروا تاني عن المدرسة، فبيكون هيتجنن اللي هو إزاي وإمتى، أنا عمري ما أخرتِك يا ولية، فوقتها بقى بتعرّفه إن بسبب إنها ساعدته ورجله مكسورة اتأخرت، وكمان اتعاقبت وبتقلب كل الحوار عليه، هنا بقى بيورّي لنا ابتسامته القمر اللي بتخطف قلبنا، وبتعرّفه إن يونج الحقيقي مش بيضحك كده، وملامحه كلّها واحدة وما فيهاش أي تعبير، لكن الpancake اللي قدّامها القمر ده ما فيش في ضحكته اللي بتاخد العقل، وبتروح ماشية وداخلة بيتها وبتلاقي اللي وراها، وبيعرّفها إن هو مبسوط وشكل كده حكايتهم هتبدأ، وتاني يوم بتفتكر اللي حصل بينهم وإنه قال لها إن هو هيقابلها الصبح، وبتلاقي وقتها الباب بيخبط وبتترعب لا يكون هو، بس بتلاقي كيم اللي بيفضلوا يتكلموا عن اللي حصل مع كل واحدة فيهم، لحد لمّا بييجي لها تليفون من العم الفرفوش، وبيطلب منها إنها لو فاضية تخرّج قريبته اللي كان بيحكي لها عنها، وطبعًا بسبب الصورة بتاعته وهو صغنن بتكون فاكرة إنه بنت، لكن لمّا بيفتح لها الباب وبتلاقي إن هو اللي طالع في وشها، بتسأله هي فين البنوتة اللي في الصورة دي؟ استحالة تكون
أنت؟ ولمّا بتورّي له الصورة وهو عامل قطة قطيطة بيسألها أنتِ إزاي معاكِ الصورة دي؟ فبتعرّفه بقى إن معاها الصورة دي لإنها عايزة تجيب بنت شبهها، وبتعترض بقى إنهم يخرجوا سوا لإنه راجل عاقل ويقدر يخرج لوحده، فبيستعطفها إن هو ما يعرفش الأماكن وإنها خلاص وعدته، فبتضطر إنها توافق لإن وعد الحُر دين عليه، وبتحاول ترن على البت كام عشان تجيبها بس بتكون مشغولة وده طبعًا بيكون من حظهم، وعلشان بقى يحبك الحوار إن هو ما يعرفش فعلًا أي أماكن في كوريا بيطلب منها إن هي تسوق، وأول حاجة بتيجي في دماغها إن هي تاخده لمدينة الألعاب وبيكونوا بقى جوز اللوز فستق العنب خالص، وبيفضلوا يلعبوا ويضحكوا وهو حرفيًا معاها بيكون شخص تاني، وبتفضل تشكره إنه خرّجها معاه وإن كان في طاقة مكبوتة جواها وهي ما تعرفش، وبتكون قاعدة جنبه بقى ومفكرة إن كده اليوم خلص، فبتلاقي اللي بيقول لها ورايا ده إحنا لسه بنبدأ، لكنها بتعرفه طالما إحنا لسه بنبدأ إنها هي اللي حاطة الخطة وهي اللي هتقول يالّا. فبتروح بقى واخداه وعازماه على واحد إندومي تريبل هوت شوت حراق في الجون، أول ما الراجل بيشوفه بيترعب، بس بيفتكر إنها مش بتقدر على الشطة ولو دخل معاها في تحدي هيكسبها بسهولة، بيروح مسمي الله وبيقول يالّا على الهادي يا زبادي، وما فيش 5 ثواني بيلاقي الشطة عايزة تنط وتفُط من مكانه في بُقّه، فبيحاول ياخد إزازة المَيّة لكنها مش بترضى، بس يا حرام مش بيقدر وبيخسر التحدي، وبتعرّفه بقى إن هي اللي كسبت ولازم يروح معاها لمكان هي تختاره، وبيروحوا بقى للقصر الملكي وهي بتلبس الأميرة وهو الحارس الشخصي ليها، وبتطلب منه يصورها صور جذابة وبتكون متحمسة جدًا، ووقتها بيضحك وده لإنه مش عارف مين اللي بيخرّج مين بالضبط، وبيفضل يحاول يصورها لكنه بيكون فاشل جدًا في التصوير، فبتروح تدّي له الطريحة التمام وتشرح له إن هو إزاي ياخد وضعيات كويسة، وبتكون فعلًا قمر الأمارات وجذابة جدًا وعيونها بتكون تخطف العقل، وبيروح الهوا واخد شعرها كده وجاري، فهنا بقى بتضطر إنها تفُكّه، وأنتم طبعًا عارفين إن مع فكة التوكة دي قلبه بيرفرف، فوقتها بيفضل مركّز في ملامحها وبينسى إن هو بيصورها أصلًا، ولكن لإنها شقية بتخضه وبيرجع تاني بسرعة يصورها، لحد لمّا بييجي لها مكالمة وبيرفض إنها ترد على حد طول ما هُم سوا، فبتوافق بقى وبتجري قدّامه ومرح الدنيا كلّه بيكون جواها، وبتفضل تنده عليه وقلبه بيكون مزقطط من السعادة وهيموت ويعرفها إن هو بيعشقها، ولمّا بتيجي بقى علشان تصوّره بيكون واقف زي التمثال ومش عاجبها خالص اللي بيحصل، وعلشان تاخد له صورة صح بتُقع يا حرام، فوقتها ضحكته الساحرة بتظهر وهي بتدوب معاها، وبتكون بتتفرج على الصور بتلاقي نفسها بتسرح في وسامته، واللي هو أنت إزاي بانكيك بالنوتيلا كده، وطبعًا بياخد باله وبيضحك ضحك رقيق أموت، وبس كده بيخلص اليوم، بس وهُم مروّحين بيكونوا بيتكلموا سوا وبيحس إن هو مش عايز يبعد عنها أبدًا، فبيروح خاطفها ورايحين قاعدين قدّام البحر، وبيكون بقى واخد قرار إن هو يعرّفها حقيقة مشاعره تجاهها، ولسه هيتكلم بقى بيلاقي اللي بتعرّفه إنها عارفة كل حاجة، وإن ما كانش قصدها كل اللي حصل ده، والراجل يا عيني بيتصدم أنتِ إزاي عارفة وسايبة كل ده؟ فبتعرّفه إنها ما كانتش تقصد تعاكسه جامد كده، وإن 50% من كلامها كله مجاملات، وقتها بيلقط جري إنها بتتكلم في حوار تاني خالص، فبتروح بقى مغيّرة الموضوع وهي بتنزّل الكرسي بتاعها علشان ترتاح شوية، ومن دهائها بتروح منزّلة إزاز العربية والمطر بيغرقها، ولإنها عربية غالية شويتين 3 ما بتكونش عارفة إزاي تتعامل معاها، فبتلاقي اللي ناطط علشان يقفل لها الإزاز، وبيحصل بينهم شوية تبادل نظرات قمر خالص، فبتحس إن هي وقتها بتضيع، فبتقول له اترازع مكانك هي مش ناقصة الله يسترك، وبيروح بقى مرجّع كرسيها علشان دقات قلبهم تهدى شوية، وبيروّحوا جري، ولمّا بيوصلوا بتطلع تجري بسرعة على البيت، لكن من شدة المطر بتستخبى قدّام بيته، وبيكون جنبها وبيلمح المَيّة بتنزل على كتفها، فيالّا هوب هنا هيشدها الشدة اللي بترشق في قلبها سهام الحب، لدرجة إنها بتشوفه وقتها وسيم وسامة مش طبيعية، وعلشان تلحق نبضات قلبها بتاخد الشمسية وبتطلع تجري، فبينده عليها فراولتي تيجي ناكل فراخ مع بعض، وقتها بتوافق برومانسية أوي، بس بيفضل بعد لمّا بتطلع يلوم على نفسه إزاي موقف رومانسي كده وتعزمها على فراخ يا واخدة أنت، إنما هي يعني بتشوف إن بسبب الجفاف العاطفي اللي عندها حست إن عزومة الفراخ دي وكأنها موعد رومانسي، وبيكون بقى بيتفرج على الصور بتاعته وبيستغرب أوي لمّا بيشوف نفسه وهو بيضحك، وإن دي حاجة غريبة عليه موت، أنا عمري ما شُفتني وأنا باضحك، فبيتنهد كده وبيقول أنا إمتى هاشوفها تاني بقى، فراخ، فراخ المهم أشوفها وخلاص. فتاني يوم بقى بتروح الشركة بتاعتها وبتلاقي عربية الواخدة حبيبها القديم، وبتفتكر لمّا سابها في المطار بعد ما فضلت تتحايل عليه ما يبعدش عنها،
لكنه ما بيهموش دموعها وبيمشي. هو بتكون في اجتماع معاه وعاملة نفسها مش سامعة هو بيقول إيه، لحد لما بينكشها كده وبيعرفها إنه هيفرح قوي لو اشتغلت معاه المشروع بتاعه، ووقتها بتعرفه إنها مخرجة قد الدنيا وبطلت تعدل روايات تافهة. فبيضحك لها الضحكة اللي هو أنا حافظك وعارف إنك هتشتغلي معايا لأن دي أكتر رواية أنت بتموتي فيها. وبعد الاجتماع بيتمنى لها التفوق معاه، لكنها بتعرفه إن ده مش هيحصل، والمديرة بتكون عايزة تهزقها بس بتهرب منها بسرعة، ولأنه حافظها صم أكتر من اسمه بيكون عارف إنها هتخرج وراه. فبيروحوا يقعدوا سوا في كافيه وبتعرفه إن سبب وجودها معاه إنها مش عايزة حد يعرف إنها كانت حبيبته، وإن المشروع ده استحالة هتشتغل عليه، وإنها أصلًا نسته وما بقاش في أي مشاعر إطلاقًا. وقتها بيعرّفها إن هو ما نساهاش، وإنه طول ال3 سنين اللي فاتوا دول حُبّها بيكبر في قلبه. في الوقت ده بقى بيشوفهم الpancake وبيتصدم لمّا بيعرف من العم الفرفوش إن ده حبيبها الوغد القديم، وبيلاقي اللي طالعة متضايقة وهو طالع وراها، وبيشدها من إيديها كده وبيتحداها إن طالما ما بقاش في مشاعر ليه يبقى تشتغل معاه، وهو إيه اللي مخوّفها. فبيروح الpancake متهور أكتر منه وماسك إيديها وبيعرّفها إنها نسيت توكتها في العربية بتاعته امبارح، وإنه مبسوط أوي، أوي إنهم يتقابلوا تاني. فبتحب بقى تكيد الواخدة وبتعرّفه إن دي توكتها المفضلة عندها، وبتقول له يالّا بينا علشان نروح نجيبها، وبتشده وبيمشوا وهُم حقيقي بيكونوا لوز أوي مع بعض، بيكونوا لوز أوي مع بعض. المهم إنهم بيروحوا بقى يستخبوا منه لإنه نمرود جدًا وحافظها وبيكون عارف إن ده حوار وخلاص، وبتفضل تبُص عليه لحد لمّا بتمشي، لكن الpancake بيكون باصص على ماسكة إيدها لإيده ومبسوط أوي، وأول ما بتطمن إن هو مشي بتشكره إنه أنقذ الموقف وحافظ على كرامتها، وبتكون عايزة تهرب لكنها بتنسى إيديها في إيده، وبيقول لها إيه بقى عايزاني أعمل نفسي مش فاهم دي كمان؟ وقتها بتعرفه إنها بتشكر إيده اللي أنقذتها وبتجري برضه وبتسيبه. بس اللي بيكون مزعله إن هي دايمًا بتنهي أي حوار قبل ما يبتدي، وفي المكتب بقى بيفضل يبُص لإيده وهو مش مصدق إنه قرّب منها، وبييجي العم الفرفوش وبيسألها عن اسمه، وأول ما بيعرف إن ده كاتبها المفضل واللي وصّى بنفسه إن كتبه تدخل المدرسة، بيضرب نفسه بالجزمة، وبيقول لعمه إن هو واخده أكتر منه، وده لإنه سبب كل اللي بيحصل معاها بسبب خطابه اللي كتبه للمدرسة. ده مش بس كده، ده كان في يوم من الأيام بيكون عنده مسابقة عباقرة الرياضة، هو بيكون رايح للجامعة علشان بقى يتأهل لحاجة كويسة كده في المستقبل، وفجأة بيلاقي شنطة بتتحدف في طريقه وحد بيخرج من تحت الأشجار شبه الزومبي، وحرفيًا أول لما بيشوفها بيفُط من الخوف من مكانه، بس لما بيكتشف إنها فراولته بيقف وقفة الراجل الوسيم، أُمّال إيه؟ فبيسألها على فين كده يا فراولتي؟ بتعرفه إنها راجعة البيت لإنها مريضة حبتين، وطبعًا بيكون عارف إنها بتحوّر عليه وبيكون مصمم يعرف هي رايحة فين، هو ما بيكونش راضي يدّيها شنطتها بس هي بتشدّها منه وبتجري، وطبعًا ما بيكونش في قدّامه أي حل غير إنه يروح وراها ويفكس للمسابقة، لأ ده كمان بيقعد بعيد عنها في الباص علشان ما تشوفوش. لكن أول ما بيوصلوا أول محطة بيلاقي مامته والمدرسين بيرنوا عليه، هو بيقرر إن هو يرجع بسرعة للمسابقة بس بتقابله وهو ماشي وعارفين صديق السوق أهي دي بقى أحلى صديقة سوق بالنسبة له. هو أنت هتفضل عم المتفوق كده لحد إمتى؟ فكك كده وعيش حياتك من الحوارات اللي أنت فيها دي، وبتمشي وبتسيبه وبتكون قاعدة في الباص مش على بعضها، وبنلاقي بقى اللي قاعد في الناحية التانية ليها، ولما بتسأله أنت ماشي ورايا ليه يا معلم؟ بيطلب بقى منها ببراءة إنها ما تسألوش لإنه مش عارف هو بيعمل ليه كده، ولما بتوصل للمكان اللي بتكون رايحة له بتنده عليه وبتقول له يالّا يا عم المراقب ورايا، ولما بيسألها إحنا هنا ليه؟ بتعرفه بقى إنها هنا علشان تقابل حب حياتها، وبتروح فاردة شعرها وحاطة توكة مخلياها كيوت الكيوت، والراجل من صدمته وغيرته بيروح شاددها كده اللي هو تعالي هنا أنتِ كده هتضيعي مني، فبتروح باعدة إيده يا عم سيبني أعترف بمشاعري بقى، وطبعًا وقتها بيكون في موقف لا يُحسد عليه، لحد لما العسكري بيرفض إنها تقابل الولد اللي رايحة له وده لإنه أصلًا مش موجود في المنطقة. فبيرجع بقى بينا المخرج تاني لما بيكبر وبيبقى بانكيك وهو زعلان من نفسه أوي إن هو ساعدها، وهنا بقى العم الفرفوش بيبقى قفوش أول ما بيعرف إنها حبه الأول وإنه كمان عايز يأجل سفره علشان يفضل معاها، وبيصدمه بقى إن هو مش نوعها المفضل وبيروح ماشي وسايبه. فيا عيني الراجل بيكون خارج من الشغل وبيفكر في الكلام الزفت اللي هو قاله له، ودايمًا لإن الصدفة بتجمعهم كده من غير ميعاد
بتكون ماشية وراه وبتكون عايزة تنده عليه لكنها بتفتكر موقفه معاها وبتبدأ إنها تخاف من مشاعرها ناحيته، فبتشوف إن أحسن حل إنها ما تكلموش أبدا، بس لأنها فقرية بيشوفها في الإزاز وهي بتحاول تهرب منه، فبيروح متضير لها وبيقول لها انت للدرجة دي مش عايزة تكلميني، فبتعمل بقى عبيطة على طول وبتسلم عليه وازيك وازاي اخواتك وبابا وماما وكل الكلمات دي، وبتسأله انت هترجع امتى بقى امريكا، فبيرد عليها بقرف كده انا مش عارف، وبتقول له طب اوعى تمشي من غير ما تودعنا يا صديق، وبيكونوا بيعدوا الشارع فبتنده عليه وبتعزمه على أكلة الفرايد تشيكن اللي كانوا متفقين عليها، فطبعا ما بيصدق وبيوافق جري، بس وهو معاها بيكون مصدوم جدا، وده ليه بقى يا حبوب لأنها بتعمل حركة النقص كلها معاه لما بتعزم البت كيم اللي بتبصله وهي مش مصدقة نفسها إنها قاعدة قدامه، وبتسألهم هو انتوا اتقابلتوا فين يا معلمين، فبيعرفها إنها كانت بتراقبه في السر، فوقتها البنت بتتصدم وعلشان الفراولية تحسن الموقف بتعرفها إن شغلهم جنب بعض واتطفوا مش أكتر، لكنه برضه بيرخم جدا وبيعرفها إنها كانت بتتجاهله فعلا، وعلى الرغم من إنه كان شهم جدا معاها وعمل معاها حركة الرجولة كلها، فالبت كم الفضول بياخدها وبتسأله إيه هي حركة الرجولة اللي أنت قصدك عليها؟ لسه بقى بيكون هيجاوبها فبتروح مدياله واحدة أمبلي كده بتخليه يسكت، وبيتضايق جدا منها وبيقول لها هو أنت هتفضلي كده غبية لحد إمتى؟ وطبعا هنا كيم بتكون فهمت قصده، لكن الفراولية علشان ما تكسرش بخاطر صاحبتها بتقلب الترابيزة عليه، وإنه بقى مش من حقه يقول لها كده لأنها فضلت تفسح فيه وتصوره وكانت لطيفة جدا معاه، ده حتى لما طلب منها الفرايد تشيكن حققت طلبه وعزمت كمان كيم كمعروف ليهم، وبتروح بقى قايمة وسايباهم بحجة إنها تروح التويلت، وطبعا كيم بتعرفه إنها لماحة جدا وبتسأله أنت بتحبها بجد ومن إمتى، وطبعا ابننا بيكون ما بيعرفش يكذب خالص وصريح جدا، وقبل ما يقول أي كلمة بيجيلها تليفون منها وبتعرفها إنها سابتهم على راحتهم ومشيت، والبنت من صدمتها بتفضل تقول له ما هي أكيد مش كل الصدف دي عادية، يعني أول ما توصل تشوفها هي أول واحدة، وكمان سكنكم يطلع مع بعض، وعمك بيموت فيها وبيعتبرها بنته وشايلة صورتك معاها ونفسها تجيب بنت شبهك، وبتروح بقى واخدة في وشها وماشية وهي زعلانة، وهو في البيت بيفضل يفكر في كلامها وإنه واخد واستحالة تقدر حتى تكون مجرد صديقة ليه، وكلمة عمه إنه مش نوعها المفضل، وكيم بقى اللي بتعرفه إنها استحالة تتخطاها وترتبط بيه، وبيكون مقفول قفلة سواد من كل اللي بيحصل، فتاني يوم بقى بيقرر إن هو يسافر من غير ما يودع أي حد، وبيرجع تاني الراجل الكشري قوي، وبيفضل طول الطريق يفتكر ذكرياته معاها لما كانوا صغار، لما بتفضل تتحايل على العسكري علشان تقابل الواخدة حبيبها، ولما بيرفض بتفضل تبكي والدنيا بتسود في وشها جدا، وهو بيكون بيكلم صورتها وإنه ما كانش لازم يمشي وراها واستحالة إنها تحصل تاني، ولما بيروحوا ياكلوا بقى بتفضل تعرفه إنها استحالة تمشي من غير ما تقابل الواخدة وتعترف له بحبها، وبتاكل وفجأة بتفضل تبكي وبتعرفه إن قلبها بيتألم وإنها مش هتقدر تتحرك من مكانها غير لما تشوفه، فمش بيقدر يداري غيرته وبيعرفها إنه مستحيل يخليها تعترف له، ولما بتسأله ليه بقى إن شاء الله ما بيقدرش يعترف لها بحبه، وبيقوم جاي رايح مفتكس إن هو هيبلغ عنها إنها بتحب عسكري في الجيش وده هيعطله عن مهامه، وشوية بقى كلام من التقيل ده، فالبنت بترجع تبكي تاني ومش بيلاقي قدامه حل غير إنه يهديها عشان تاكل وإنه هيدور لها على طريقة تبسطها، وبيروح تاني للقاعدة وبيفضل يرزل على العسكري لحد لما بيعرف مكانه، وبيطلع إنه في مكان بعيد جدا واستحالة يوصلوا له، فبيفضلوا ماشيين بقى كل واحد في طريق وبتكون هي وخيبة الأمل واحد، وبيفضل يتحايل عليها يجروا شوية علشان يلحقوا الباص بس بتكون بتستهبل، وأول ما بتشوفه بيطلعوا يجروا وهي بتقع وما بيهونش عليه يسيبها ويمشي، فبتلوم إن هو ضيع الباص عليهم، وبيرجع تاني للواقع وبيجيله تليفون من كيم وبتعرفه إن فراولته عملت حادثة واتدشملت على الآخر ومش هتعرف تكون معاها بسبب شغلها، فبيروح جري المستشفى وبيفضل جنبها وبيعرفهم هناك إن هو المسؤول عنها، وبتكون بتفوق بتلاقي نفسها ماسكة إيده وبتحمد ربنا إنها في أمان، لكنها بتبعد إيديها بسرعة وبتسأله أنت هنا ليه؟ وإن ليه كيم مش موجودة، وبعدها بتقول خلاص مش مهم يلا أنت زق عجلك مش عايزة أعطلك علشان حاجة تافهة زي كده، وقتها بقى بيقول لها تافهة مين يا ماما، وبيروح خاطف إيديها وحاططها على قلبه وبيسألها تفتكري برضو دقات قلبي دي تافهة؟ فهنا بقى ضربات قلبها هي كمان بتعلى وبتكون هتبظ من وشها وبتسأل نفسها هو ازاي كده، فبتيجي الدكتور وبتقول لهم معلش أنا المفروض اللي أسمع النبضات دي ما تقرفوناش بقى، فوقتها بيبعد وبتطلب من الدكتور بالراحة كده إنها تسمع نبضاتها بس لما يمشي، وده لأن نبضها بيكون معدي السحاب،
فبتكون في الأشعة وبتفضل تقول لنفسها بنت خليكي راجل، اوعي اللي بتفكري فيه ده يحصل، صاحبتك بتحبه اوعي تخسريها. ومن كتر التفكير بتكون عايزة تضرب دماغها في أي حاجة حواليها، لكن بعد ما بيطمن عليها وبيكونوا خلاص هيمشوا بتفضل بقى تعرفه قد إيه هو محظوظ إن كان بتحبه وإنه مش هيلاقي زيها أبدا. فبيتضايق منها وبيكون لسه هيقول لها إن مفيش بينهم أي حاجة، بيروح ربنا بعت لهم شوية ناس كتير كده علشان تسكته، ومن حظه إنها بتفضل تقرب منه وهما بيبصوا لبعض نظرات كده رايحة جاية مش عايزة أقول لكم فيها إيه. وبتسأل نفسها وقتها هو معقول أكون وقعت في حبه، وبتقوم جاية رايحة معترضة بصوت عالي، فبيبص لها كده اللي هو أموري، فمش بتعرف تنطق بحرف من وسامته، ولأنها بتكون مرعوبة من اللي بتفكر فيه بتروح بقى تعرفه إنها ست محافظة جدا، وعلشان كده لازم يبطل يغازلها علشان بس كمان ما يتفهموش غلط من اللي حواليهم. وفي الوقت ده بتشوف كيم من بعيد فبتجري عليها وبتسألها انت كلمتيلي وسبتيني معاه. هنا بقى بتعرفها ان هو انسب حد ياخد باله منها، وبتروح بقى منادية على الراجل الغريب ده وبتعرفها انها ارتبطت بيه وانها نست البانكيك من زمان جدا اللي هو امبارح يعني، وبتطلب منه ياخدها يروحها للبيت ويهتم بيها. والعم الفرفوش كمان بيشترك معاهم وبيقول لها وانا هروح اجيب لك شوية فراخ على حبة عظم كده يرموا عظمك وجاي على طول. وطبعا وقتها البانكيك بيفهم انهم بيقربوهم لبعض وضحكته اللي تسحر وتظهر، وبتقول في سرها بالله ما تسيبوني معاه الوسامة دي هقع في حبه وهتكونوا السبب. وبتفضل طول الطريق مغمضة عينيها ومش عايزة تبص له، فبيروح بقى ناكشها وبيقول لها فاكرة يا اسطى لما كنا بنلعب سؤال وإجابة طول الليل؟ فبتصحى بسرعة وبتقول له لا مش فاكرة حاجة، ولكن بعد لحظات كده بيفكرها وبيرجعوا هما الاتنين سوا فلاش باك لليوم اللي فضل ماشي وراها، وبيكونوا ماشيين وبيسند على الحيطة علشان يربط الشوز، فبتروح الحيطة واخدة وواقعين هما الاتنين، وبيفضل يتشقلب شقلباظات كده لحد لما بينزل في المصرف. وبتكون ماشية تكلم نفسها ولما مش بتلاقي رد بتلف علشان تشوفه ما بيردش ليه، فبتلاقي اللي بينده عليها من بعيد، ولما بتمشي ورا الصوت بتوصل له وبتلاقيه عامل زي الكتكوت المبلول وبتفضل تضحك لحد لما بتكون هتقع من الضحك، فبيطلب منها بقى انها تبطل استظراف وتشوف له حل وتخرجه من هنا. وبيكون بقى مستناها تنقذه لكنه بيسمع صوت ضفدع والصوت ده بيرعبه حرفيا، فبينده عليها بخوف كده وبيلاقي اللي بتبص له، فبيطلب منها انها ما تسيبهوش لوحده وتنقذه بالله. فبعد شوية وقت بتروح تجيب قشاية ودي بتكون فكرة الإنقاذ عندها، بس القشاية دي بتاخده وبيقع ودماغه بتتخبط ووقتها بيفقد الوعي ومش بتلاقي نفسها غير نطة وراه علشان تفوقه. ولما بيفوق بقى بيعاركها لأنها أغبى إنسانة على كوكب البشرية، بس بيكون عندها وجهة نظر والله تحترم، ألا وهي إن الغريق بيتعلق بقشاية علشان تنقذه، وهي جابت له القشاية أهو كده عدها العيب وراح. وبيرجعوا بقى للحاضر وهم ميتين على نفسهم من الضحك، فبتروح رازعاه كلمتين في نص دماغه وهو يعني لسه بيكون ما بطلش ضحك حتى، وإن دي ذكريات بقى سيئة وما بتحبش تفتكرها أساسا. فعارفين بقى اللي هو أنا خدت الصدمة بجد، بيسألها اللي ياخد إن شاء الله، فبتعرفه إن أي حاجة مرتبطة بالوغد فهي ذكريات سيئة، وبيزعل جدا وبيعرفها إن دي ذكرى بينهم وملهاش أي علاقة بيه أبدا. وأول لما بيوصلوا للبيت بقى بيعرض عليها فبتعمل نفسها أفاتار وبتقول له أنت شايفني عارجة يا ابني ولا إيه؟ ما عيب كده اللي أنت بتعمله ده. فبيتحايل عليها يا تسمعي مني ما تعمليش نفسك الشحات مبروك، ولسه بيكون بيكمل كلامه ودي أبدا استحالة لحد ما بتروح هوب هتنزل على ظهرها، بس الحمد لله البانكوك بينقذها وهو بيتشاد. ووقتها بتقول له أنت أحسن من الشناوي يا ابن الله يحرسك، وبتفضل بقى تدعي وتشكر ربنا إنه نجاها وعلشان كده هتاكل كتير وهتلعب أكتر. فبيلاقي إنها تافهة وبيطلب منها يجيب لها الدواء بتاعها، وطبعا في الأول بتعمل نفسها خجلانة يعني، فبيروح شاخط فيها الشخطة بتروح مدياله الروجيتا في ثانية وبتعرفه بقى إنها تستريح وتطلع بيتها. فبيروح شاخط بقى فيها شخطة الضابط المرة دي ومعرفها إنه مش عايز يسمع منها أي اقتراح، فبيروح ماشي وسايبها. فبتقف ستوب كده واللي هو أنت مين يا ابني على رأي الأستاذ أنغام في الألبوم الجديد، وبتكون نايمة بقى وبتحلم بيه حلم كده باللي بيدور في قلبها، وبتصحى من النوم وهي نفسها إن هو يكون حقيقة، فبتروح مصوتة وهي بتقول ابعد عني يا شيطان يا ابن الشيطان، وبتاخد بعدها وبتقرر تطلع السلم زحف، بس بتلاقي اللي وراها وبتقول لنفسها ده خيال خيال كملي طريقك يا بنت بسرعة، بس فجأة بتلاقي اللي بيشيلها ولما بتطلب يسيبها بيعرفها إنها لو اتحركت أكتر هيقعوا هما الاتنين، فبتضطر إنها تفضل مؤدبة لحد لما توصل لبر الأمان. ووقتها بقى بتشكره على جنتلته معاها، وعلشان تبعده عنها بتأكد على إنها مش فاكرة أي ذكريات
بينهم نهائي، وإنها أصلًا ما كانتش هتفتكره لولا كيم، وإنه مجرد صاحب تالت كده مش مهم أوي عندهم. فبيروح متضايق وواخد اللي باقي من كرامته وماشي، وهي بتشوف إن هو اللي لعب في إعداداتها الأول علشان كده انتقمت منه، ويا عيني بيفضل يفكر في كلامها اللي هو إيه صاحب تالت دي، ووقتها بيشوف الكارت بتاعها وبيعرف إنها بقت منتجة أفلام أنمي، فبيرجع كده لزمان برضه لمّا عرّفها إنه نفسه يكون مخرج أفلام أنمي بس مش هيقدر يحقق حلمه ده، ووقتها هي بتمسك في الكلمة وبتقول له والله لأحقق حلمك، وشوف بقى أنا هاعمل معاك deal حلو أوي، أنا هادّيك 5% من راتبي كل شهر، وبيتفقوا على كده علشان إنها أخدت حلمه، فبنرجع للواقع بقى وهو بيقول ده أنا هانفخِك، وتاني يوم الصبح بيتصل بيها علشان الفطار، ولمّا بترفض إنها تنزل بيقول لها خلاص أطلع لِك أنا، فبتضطر آسفة إنها تنزل زي البوبي، وبيكون بقى عامل لها كل الأكلات اللي بتحبها، وده بمساعدة السكرية بيل اللي بيعرّفه أكلاتها المفضلة، وفي نُص الأكل كده بيعرّفها إن في تيراميسو في التلاجة لو بتحبوا يجيبوه لها، وطبعًا برضه بيعرف إن ده الحلو المفضل ليها من كيم، اللي بتعرّفه إنه لازم يجتهد علشان يوصل لقلبها، وده لإنها اتخذلت من الوخد جدًا، ومن بعدها رفضت الارتباط بشكل نهائي، وبتكون بتاكل وبيقول لها يا اسطى أنا ليّا حق عَرَب عندِك، وفي اتفاق أنتِ ما عملتيش بيه، فأول ما بتشوف الكارت بتفتكر في ثانية ال5% وبتعمل بقى زي اللي مسكت سلك عريان، والله ده أنا غلبانة ومش باخد أصلًا أي فلوس دي ملاليم صدّقني، يا عم حرام عليك أنت عايز تاخد مرتبي والّا إيه؟ وطبعًا هو من منظرها بيموت من الضحك وما بيقدرش يسكت من شكلها اللي جاب ألوان، وبيقول لها كل الحلويات بتاعتِك بسرعة قبل ما آخدها منِّك، وبيكونوا بقى طالعين علشان تفرّجوا على الأفلام بتاعتها وإنها مخرجة مش أي كلام، وبيحاول يساعدها لكنها بترفض وبتقول له: "هش بعيد ما تجيش جنبي أبدًا، أنا لسه حالمة بيكِ امبارح." الله الغني عنه، فبيضحك وبيعرف إنها خلاص هتسلِّم، بس بييجي بقى الوغد اللي أول ما بيشوفهم مع بعض بيزعّق فيها، وده لإن شغله متأخّر بسببها وإنها لو مش قد الشغل لازم تعرّفه، وإنه خلاص لازم يفكّر كويس تاني في عرضه ليها، وهنا بقى البانكيك بيكون عايز يدشمله، لكنها بتمسكه وبترد هي عليه، وما بترضاش تبيّن يا عيني وجعها ليه خالص، وبتقول له طب ما تطردني وهي سهلة يعني، فبيروح بقى مصدوم وبيقول لها هو أنتِ مش قُلتِ إن أنتِ مش هتسيبيني أبدًا ومهما يحصل هتفضلي جنبي، إيه اللي حصل؟ اتغيّرتِ ليه كده؟ فبتعرّفه إنها فعلًا اتغيّرت، وإن كل اللي بيحصل ده لإنها اتغيّرت، ولمّا بتيجي ماشية بيمسكها فبتبعد إيده كده بغباء، وبتعرّفه إنه لو حاول يلمسها تاني هتدّي له على بوزه، وبتروح بقى واخدة السلِّم وهي في كامل قوتها، بس جواها يا حرام بتكون بتتألم، والبانكيك بيطلع وبيشوفها وهي بتبكي، وبتعرّفه إنها قاعدة كده لإنها بتتألم ومحروجة أوي منه، لإنه دايمًا بيشوف قصة حُبّها الفاشلة، فبيضحك وبيعرّفها إن هو أكتر واحد مبسوط إن قصة حُبّها فشلت، وبيروح قاعد قدّامها كده علشان يواسيها وبيقول لها بُصّي بقى، كل اللي فات ده مُمِل واللي جاي كراميل، وعايزِك تروّقي كده علشان هتشوفي أيام لوز، وبيروح بقى مدّيها حتّة شوكولاتة فاخرة بتنسّيها الملل كلّه، في الوقت ده نبضات قلبها بتاخدها لمّا كانوا في الترعة دي، وبيروح في النوم فبيسند عليها، وبتكون ضربات قلبها مسمّعة المنطقة كلّها، وبتقول لنفسها اهدي كده يا فراولة، أكيد بس أنتِ متفاجئة من الموقف مش من حاجة تانية، والّا تفتكري في حاجة تانية؟ وبس كده هيخلص الجزء الأول، وإحنا مش عارفين يا ترى هيكون في حاجة تانية أو إيه هيكون رَد فعلها، فما تنسوش بقى تكتبوا لي في الكومنتس عجبكم والّا لأ، وحطّوا بقى لايك واشتركوا في القناة وفعّلوا الجرس علشان أكبر بيكم، سلام يا حلويات.